الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. دلوقتي انا جايه لكم في فيديو جديد. انا هنغسل مع بعض الفراخ وهعمل خلطه كويسه للفراخ، يعني تتنقع فيها شويه، تنقع لمده ربع ساعه كده. تنقعوها لمده ربع ساعه. انا بشيل الزفلطه منها وبشيل اي دهون منها. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بغسلها غسيل كويس كده. وبعدين قمت غسلت البولة علشان اقوم حاطه ايه الخلطة اللي انا بقولكوا عليها. انا معايا دلوقتي ربع كوباية من الخل، هنزل بيها. ومعايا كمان حبة ملح كده حلوين، وكمان معايا ليمونتين هضربهم في الخلاط، هعملهم عصير ليمون عشان الفراخ كده تبقى شاربة من الليمون كده ومنعنشة كده. وطماطمايه كمان بحطها في الخلاط بضربها في الخلاط، وبحط الخلطة كلها على بعضها في البولة هنا، ومكعبات من التلج، وايه تاني، وطماطمايه اهيت بعصرها. وهننزل بالفراخ، هننزل بقى بالفراخ كلها كده في البولة ديت وفي الخلطة ديت، ونفضل بقى نقعينهم لمدة ربع ساعة. الخلطة دي تبقى حلوة يا جماعة لأي زفر عندكم، أي بط وز، فراخ، أرانب، حمام. الخلطة دي جميلة جدا جدا جدا. كوارع، تخلي ريحة الفراخ حلوة ومفيش فيها اي زفارة خالص. انا كده خلاص شلتها وغسلتها كويس برضو، وقمت حطيتها اهوت في اطباق فويل، وهنغلفها مع بعض ونعينها. وبكده الفيديو خلص معانا يا حبايبي. لايك بقى وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة، باي باي.